بصوا يا جماعه، انا استنيت عليها لما تبرد. بص هصفي قدامك كده، انا جبت مصفى تبقى مناسبه علشان ما تقعش مني. بصي الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هصفي قدامك كده. اهلا بيكم حبايبي، حبايب قناه توفير واعاده تدوير. فيديو جديد ولقاء جديد النهارده. لقائنا على موضوع تسييح الزبده، وازاي تقدري تحصلي على كميه حلوه من السمنه البلدي باقل تكاليف، وهتوفري بدل ما تشتري. انا كنت يعني عملت بالطريقه اللي انا عاملاها لكم النهارده. كنت عامله برضو كميه تانية كنت شارياها، بس احنا الاختبار بتاعنا والشغل بتاعنا هيبقى على ايه، كميه صغيره قدامكم، وهتعرفوا بعض الحركات والتكات وبعض النصائح كمان اللي ممكن ان انتي تقدري اولا تعرفي منها ازاي السمنه او الزبده اللي انت شارياها دي مغشوشه. كمان هتعرفي معايا ازاي ان انا اقدر اسيح زبده واحصل على زبده كويسه جدا من شويه لبن، وبعض الحاجات اللي عندك كده اللي بتخليكي توفري وتدبري. وكمان ازاي ان انت تقدري تحصلي على كميه من المرتة بتكون مفيده، وطبعا ما بتبقاش كميه المرتة كتير. وانا هقولك برضو على بعض الحاجات وبعض النصائح اللي ما تخليش كل السمنه بتاعتك تتهدر وتديكي كميه قليله. بصوا حبايبي، اول نصيحة بقى هقولك عليها. طبعا كلنا بنسيح قشطة لبن، وكلنا بنسيح سمنة وكل حاجة، بس خدي بالك من النصيحة بتاعتي. اول حاجة هنعملها لما تيجي تعملي القشطة، ما تبدايش تشيلي قشطة اللبن. لو انت عايزة تشيلي قشطة بتاعت اللبن، شيلهاش اول يوم، خليها لي لتاني يوم علشان تبدأ تتجمع وتبقى طبقة كويسة، لانك اول يوم تبقى خفيفة جدا. ابدا بقى اجيب المقصوصه او اجيب البتاع اللي انا شايلاه دي، اللي احنا بنعمل مثلا بنقطع بيها الكيكه او كده، زي ما انت شايفه كده، تكون مخرمه علشان تصفي لك القشطه، وتبداي تطلعي الوش بتاع اللبن زي ما انت شايفه كده، وتصفي تتأني شويه وانت بتطلعيه، وتبداي تحطيه في علب. لكن بلاش المعلقه، لان المعلقه لا هتطلع معاكي لبن، وده اللي هيبدا بقى ايه وانت بتعملي وبتسيحي، بيبقى بيتحرق وبيديكي كلاكيع وكده. لكن زي ما انا بعمل هتعملي معايا وتعملي زيي. بطلع بقى الوش ده، بيكون جميل وبيكون اتلم كله على بعض كده وتقل بصراحة. وابتدي بقى احطه في علب، يعني يملى عندك علب زي ما انت عايزه، او مثلا علب زبادي. لو انت عندك علب زبادي هتحطي برضه في علب زبادي زي ما انت شايفاني كده. بص حبايبي، دلوقتي انا العلبتين اللي كنت شايله فيهم القشطه، او مثلا لو انت عندك علب زبادي عادي بتشيلهم في علب زبادي. اول حاجه بقى بصوا النقطه اللي انا عملتها دي، بصراحه دي نقطه مهمه جدا ومفيده جدا. يا اما بالشوكه يا اما بالمعلقه. انا مش محتاجه اعملها بمضرب. انا كنت لما بسيح كميات كبيره جدا بطلع، لا بعملها بالمضرب البيض واجمع القشطه بعد كده ايه، يعني بتتحول طبعا لزبده عشان بيخرج منها اي كميه ميه. لكن انا هنا لقيت ان الكميه دي، التجربه دي قدامكم، ممكن بالشوكه او بالمعلقه تهرسي جامد جدا وتدعكيها لما تبقى ناعمه قوي قوي قوي. والحكايه دي لما تيجي تسيحي بقى القشطه والزبده دي، هتلاقيها بقت ناعمه قوي قوي وتسيح على طول وتتجمع لك المرته. بتبقى بطريقه ناعمه، ما فيهاش اي كلكعه، ما فيهاش قطع كده محروقه ولا اي حاجه. هتشوفيها قدامك وانا بشتغل لما اجي اسيحها. انا يا جماعه في الحالتين يعني مسيحه سمنه وهتشوفوها دلوقتي معايا، لكن انا كل كلامي على الزبده او القشطه بتاعت وش اللبن زي ما انتوا شايفين كده. بصي اهو ده القوام اللي انت بتطلعيها كده اهو. بصي تبقى انا ايه، كانها زي الكريمه. تفضلي تدعكي فيها كده زي ما انت شايفه، علشان لما تيجي تسيح تبقى سهله جدا وهي بتسيح. بدأت بقى كده ارفعها على النار زي ما انتوا شايفين، بس المهم ان تبقى النار بتاعتك هادية. وبعدين بتحطي شوية ملح صغيرين. طبعا احنا بنحط يعني حبة الملح دول لما تبقاش كتير، يعني انت ايه ايدك بتبقى ميزان، تحطي حبة ملح مناسبين للسمنة أو للزبدة، يعني اللي انت بتسيحيها، على اساس ان المرتة اللي انت بتعمليها ما تبقاش حادقة قوي ولا تبقى دلعة، يعني تتاكل وهي تبقى طعمها معقول.
كمان طبعا كمية الملح دي بتساعد ان هي الزبدة بتاعتك تسيح اسرع، وبتخلي اي كمية مية بتتجمع بسرعة، يعني لو في بقايا مية بتتجمع بسرعة زي ما انت شايفة كده قدامك. بدأت بقى تسيح زي ما انتوا شايفين كده معايا. وخدوا بالكم ان الحتة بتاعت اني انا دعكتها في الاول اول ما طلعتها من الفريزر، هو ده يا جماعة اللي خلاها تديك القوام الجميل ده. برضو دي حاجة انا بلفت نظرك ليها لما تحبي ان انت تسيحي القشطة بتاعت اللبن، هتاخدي بالك من الموضوع اللي انا بقوله ده. لما دعكتها شايفين ناعمة، وهتديكي بقى في الاخر المرتة بتاعتها تبقى ناعمة وما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجة. وزي ما انت شايفة كده يبدأ يتجمع الاول على الوش، وبعد فترة هتلاقيها تبقى رائقة خالص خالص. لان كل اللي بيبتدي يسيح اللي انا بطلعه كده ده، يعني انا من عادتي ما بقلبهاش، ولكن انا بس ايه بوريكم يعني ان ايه كل اللي سايح ده هو اخف من اللي تحت. بعد ما تبدأ كلها تسيح هتلاقي بقى ايه تتراكم بقى المرتة في القاع خالص، وتبدأ السمنة اللي هي ساحت كلها اللي تبقى اخف طبعا هي اللي هتظهر لك فوق. بصراحة بتبقى طريقة جميلة قوي حكاية ان انا ادعك الزبدة، وانك كده شفتيها على الواقع، مش مجرد ان انا شرحت لك في الاول وبس، لا شفتيني وانا بدعكها، لكن دلوقتي تشوفتيها وهي بتسيح. بسيبها بقى طبعا بتتركيها على اهدى نار، بس ما تنسيهاش، لان انت لو نسيتيها وسهيتي عنها هتتحرق. انت يعني توطي عليها، قصدي توطي عليها النار خالص، وتفضلي برضو يعني ايه متابعيها، يعني رايحه جايه كده ايه تظبطيها بس، ولا تقلبي ولا اي حاجه. بصراحة هتديكي نتائج ممتازة ممتازة. وهتلاقي ان الطريقة بتاعة تسييح الزبدة او قشرة اللبن دي هتفيدك قوي، وهتديكي كميات هتستفيدي منها. بايبي بقى انا هنا كده بوريكم، انا كنت جايبة بقى زبدة، كنت جايبة زبدة بيضة، وطبعا قلت اما اسيحها، وطبعا كانت غالية والله، بس طبعا ده شر لابد منه يعني. وخدي بالك ان اهم حاجة ان احنا واحنا بنسيح الزبدة، حتى يعني لو انت جايباها من حد ما تعرفيهوش وجربتي وشفتي انه كمية المرتة اللي بتطلع منها بتبقى كتير، خلاص ما تجيبيش منه تاني. ليه؟ لان هي لو المرتة كتيرة يبقى السمنة دي مش كويسة، لكن لو المرتة مناسبة، يعني المقدار بتاعها مناسب للوزن اللي انت جايباه، يبقى كده السمنة دي كويسة. انا هنا بدأت اسيحهم كده وطبعا كنت حطاهم على نار هادية. كل بقى ما بيبتدي يفور طبيعي، يعني بيبقى برضو فيها كمية لبن، يعني ده العادي يعني. كل ما بيبتدي بص يفور ببتدي ألمه، وبعد كده تبص تلاقي كل المرتة دي تتجمع تحت، وتديكي في النهاية كمية يعني من المرتة مناسبة. انا برضو قلت يعني ايه ان انا اوريكم اللي انا كنت مسيحاها. وبرضه انا يعني عايزه اقول لك نصيحه، انت تجيبي سمنه الشتاء، يعني تجيبي زبده الشتاء احلى احلى من زبده الصيف. خدوا بالكم من ايه، من النقطه دي يا جماعه، كويسه قوي قوي يعني. آه تركت بقى انا السمنه تسيح كده مع نفسها براحتها خالص، وزي ما قلنا على اهدى نار، وتحط لها رداده تستعجليش عليها. سواء السمنه اللي انا شاريه زبدتها او اللي هي وش اللبن. وبدات احضر لهم بقى البرطمانات اللي انا هبتدي ايه اعين فيها. طبعا لازم يكون برطمانك ناشف، ويكون بتسخنيه كده فوق البوتاجاز عشان لو في اي رطوبه ولا اي حاجه تطلع منه. وانا طبيعي ده يعني دايما كنت بشيلهم في برطمانات، ده كده برطمان فيه بقايا السمنه زي ما انتم شايفين. وبعد كده قلت ايه اصفي السمنه الصغيره لوحدها. جهزت لها مصفى صغيره بحيث تكون مناسبه للبرطمان بتاعها. وبعد كده ابقى اصفي السمنه اللي هي تبقى لوحدها الزبده اللي انا جايباها. بس انا برضو عايزه اقولك ان انت تاخدي بالك وانت بتعمليها تبقى على نار هاديه. بحط تحت الحلة ردادة، الردادة دي عبارة عن غطا العلبة بتاعت السمنة لما بنشيله بنستخدمه للرز. انا حطاه تحت الحلة علشان تبقى براحتها خالص وما تقلقيش عليها. شوفي زي ما انت شايفاني عاملة كده.
كده يا حبايبي خلاص القشطة اللي انا كنت عملتها قدامكم، اللي هو الجزء البسيط بتاع اللبن، كده الحمد لله ساحت وبقت جميلة جدا. شايفين الجمال؟ ادتني كمية حلوة بصراحة، ما كنتش متوقعة تديني الكمية دي. هتستنى عليها بقى لما تبرد واروح اصفيها دلوقتي. بصوا يا جماعه، انا استنيت عليها لما تبرد. بص هصفي قدامك كده، انا جبت مصفى تبقى مناسبه علشان ما تقعش مني. بصي بالله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هصفي قدامك كده. الحمد لله فيديو النهارده خلص يا جماعه. وادي كميه السمنه اللي طلعت من علبتين القشطه اللي شفناهم في الاول، اللي انا خدتهم من وش اللبن دي، العلب اللي انا كنت عيناها في الفريزر. وادتني كميه مرته قليله، لكن المرته اللي انت شايفاها دي كانت طالعه من السمنه الاجمالي اللي انا عملتها. وطبعا انا برضو صفيت السمنه التانية، بس معلش انا ما صورتش السمنه التانية بعد ما تم تسييحها. طبعا بتديك كمية مناسبة زي ما انا قلت في الاول. ولو هي ادتك كمية كتير، يعني انت بتبقي عارفة انت جايبة قد ايه، 3 4 كيلو 5 كيلو، بتعرفي الكمية المناسبة اللي بتطلع بها ايه مرتة يعني. لو لقيتيها كتيرة يبقى انت ايه كده، السمنة دي مش كويسة. لكن انا مع السمنة اللي انا جايباها والقشطة وكل ده يطلع منهم كمية المرتة دي، فبصراحة هي كمية بسيطة وكويسة. وانا ان شاء الله هوعدكم بفيديو بقول فيه ازاي انت تقدري تعرفي الغش بتاع السمنة، وهتشوفيه عملي قدامك، وهقولك على بعض الحاجات المهمة اللي تقدري تكتشفي بيها ازاي انت تعرفي السمنه لما تكون مغشوشه قبل ما تشتريها من عند الراجل حتى. يا ريت النهارده فيديو النهارده والفكره تكون عجبتكم، ويكون وصل لكم التكات كده وبعض التنبيهات اللي انا قلت عليها في ازاي اخد الوش، وازاي ادعكها قبل ما اسيح. ويا رب يكون الفيديو افادكم، وانتظروا مني ان شاء الله فيديوهات قادمة وافكار جديدة دايما زي ما معوداكم. والى اللقاء في فيديو اخر. باي باي. سمنة جميلة هي يا جماعة.